ممكن ما تلاقيش خالص حد من صحابك يشجعك ولا يعمل لك لايك ولا يقول لك كلمه حلوه، يتجاهلك خالص، واللي هيعمل لك لايك او هيقول لك كلمه حلوه مره مش هيقولها لك تاني. ثق في نفسك، ثق في الرحله، خلي في استمراريه، ومع الوقت هتشوف نتيجه. فانا عايزك ما تزعلش، اعمل اللي عليك، مالكش دعوه بحد، كل واحد ملهي في حياته، ملهي في نفسه، محدش فاضي لحد. فخلاصه الكلام انا عايزك تحب شغلك، ثق في نفسك عشان تلاقي اللي يحب شغلك ويثق فيه. عايز اقول لك ان الناس دي هتبتدي تدعمك وتهتم بيك وتقول لك كلام كويس بعد لما توصل لمرحله ان انت ما بقتش محتاج فيها دعمهم. فاول لما تكبر وتتطور هتلاقي ان الناس تبتدي تركز معاك وتهتم بيك. ما تركزش مع حد، ركز مع نفسك، ركز في رحلتك، طور مع نفسك مع الوقت، ثق في الرحله. وزي ما بقول لك السوشيال ميديا بتغير حياه ناس كتير للاحسن، فالموضوع يستاهل المعافره. ودي نصيحه صغيره انا عايز اقولها لك. لو انت لقيت اي حد من صحابك عنده بيج على الفيسبوك، عنده جروب على الفيسبوك، بيبيع حاجات، بيتاجر في حاجه معينه، ايا كان هو بيعمل ايه او بيعمل كونتنت او حاول تدعمه بكلمه كويسه، شجعه، تاكد زرار اللايك مش هتكون صعب عليك، ممكن تعمله شير، شوف ايه اللي ممكن يدعمه. وصدقني وفر طاقتك اللي انت بتضيعها على ناس ما تعرفكش في ان انت تدعم صحابك او اي حد غالي عندك او اي حد قريب منك او اي حد بيبتدي بيزنس صغير. ادعمه بكلمه كويسه، بلايك، بايا كان اللي انت تقدر عليه، اشتري منه، علشان صدقني الدنيا دواره، وفي يوم من الايام ممكن تفتح مشروع، تفتح بيزنس، وتكون انت محتاج الناس دي ان هي تدعمك.